أهلا بيكم معانا مرة تانية. النهاردة بنفتح ملف يمكن بيمس كتير قوي من السيدات في أول شهور الحمل. بنتكلم عن الغثيان، المل القيء، والإحساس الغريب ده بتاع النفور من الروايح. المصادر اللي معانا بتقدم شوية أفكار ونصايح عملية، لأنه بصراحة تجربة الحمل دي بتختلف بشكل كبير جدا من واحدة للتانية. تماما، والاختلاف ده هو يمكن أول حاجة لازم ناخد بالنا منها. يعني في اللي ممكن ما تعديش بالتجربة دي خالص، وفي اللي ممكن الأعراض تبقى بسيطة، يعني شوية غثيان الصبح وخلاص. وفي حالات تانية الأمور بتبقى أصعب بكتير، زي إيه بالظبط؟ زي النفور التام من أكلات كانت بتحبها جدا قبل كده، أو حتى ودي بتحصل كتير النفور من روايح معينة قريبة جدا، زي مثلا ريحة الشريك نفسه. والمصادر بتأكد إن التغيرات دي غالباً السبب الأساسي فيها هو التغيرات الهرمونية، خصوصاً هرمون الحمل HCG، هو اللي بيعلي الحساسية دي للروائح والطعم. فعلا سبحان الله. طيب ندخل بقى على الحلول العملية. المصادر بتقترح فكرة الوجبات الصغيرة والمتكررة دي، التتاتاتا زي ما بنقول. صغيرين قوي. الفكرة إن المعدة ما تتمليش فجأة وما يفضلش عليها ضغط كبير. وده بيقلل الإحساس بالغثيان نفسه، صح؟ أيوة، وفي نفس الوقت المعدة الفاضية تماماً برضو ممكن تزود الغثيان. فالتوازن ده مهم. الوجبات الصغيرة المتكررة بتحققه. نقطة تانية كمان مهمة جداً في المصادر هي نوع الأكل نفسه. زي إيه؟ بيقولوا إن الأكل البارد أو اللي بدرجة حرارة الغرفة العادية بيكون أسهل كتير في التعامل معاه، ببساطة لأنه ريحته أخف بكتير من الأكل السخن اللي بخاره بيطلع، وممكن الريحة دي لوحدها تضايق جدا. منطقي جدا. يعني ساعات مجرد بس فتح غطا الحلة السخنة ممكن يعمل مشكلة. بالظبط. وكمان الأكل نفسه يكون بسيط، يعني بلاش بهارات قوية قوي، بلاش دهون كتير عشان يبقى خفيف على المعدة. المصادر كمان اتكلمت عن أهمية أكلات معينة زي اللي فيها فيتامين ب 6. إيه الفكرة هنا؟ في كلام إن فيتامين ب6 ممكن يساعد في تنظيم عملية الأيض، ويمكن كمان ليه دور في النواقل العصبية اللي ليها علاقة بمراكز الغثيان في المخ. فالمصادر بتشير لأكلات زي الموز والبطاطس، القرنبيط، الفراخ كمصادر كويسة ليه. بس ده مش حل سحري يعني. لا طبعا، هو ضمن مجموعة حاجات ممكن تساعد، زي النصيحة المشهورة بتاعت البسكوت المالح أو حتة عيش ناشف جنب السرير. تاكل حتة أول ما تصحى حتى قبل ما تقوم من السرير. ده بيرفع سكر الدم شوية وبيقلل غثيان الصبح اللي بيجي والمعدة فاضية. فكرة كويسة دي. طيب وبالنسبة للمشروبات هل في نصايح؟ طبعا، مهم أوي الجسم ما يوصلش لمرحلة جفاف، لأن الجفاف نفسه بيزود الغثيان. فالمصادر بتقترح شرب كميات قليلة بس على فترات متقاربة. يعني بدل ما تشرب كوباية مية كبيرة مرة واحدة، لا، ممكن كل شوية تاخد بق صغير. والمشروبات الباردة برضو ممكن تكون أسهل. تمام. اه. وفي ناس بترتاح على مشروبات النعناع أو الزنجبيل، بس دي مهمة أوي تتراجع مع الدكتور الأول. أو حتى مجرد مصة الجاية أو لبان بنعناع. هي في الآخر تجربة شخصية، كل واحدة بتشوف إيه اللي بيريحها أكتر. تمام. كل دي نصايح للتعامل اليومي ومفيدة جدا. بس خلينا نيجي للنقطة الأهم بقى واللي لازم الكل ياخد باله منها. إمتى الأعراض دي ما بتبقاش مجرد إزعاج وخلاص وتتحول لعلامة خطر؟ دي أخطر حتة في الموضوع كله. المصادر بتشدد جدا على علامات معينة لو ظهرت ما ينفعش نستنى. زي إيه؟ القيء المستمر والشديد قوي لدرجة إن مفيش أي أكل أو شرب بيثبت في المعدة خالص لساعات طويلة. يا ساتر. أو لو حصل فقدان وزن ملحوظ وسريع، بنتكلم في أكتر من حوالي 2 كيلو وربع مثلا. أو لو في إحساس بدوخة شديدة جدا، ضعف عام لدرجة الإغماء أحيانا. كمان علامات الجفاف الواضحة، قلة البول، لونه يبقى غامق قوي وريحته قوية ونفاذة. دي كلها علامات واضحة إن في مشكلة. طبعا. ولو صاحب الأعراض دي كمان سخونية أو وجع مستمر وشديد في البطن، أي علامة من دول معناها لازم فوراً نكلم الدكتور أو نروح أقرب مستشفى. ممكن تكون دي حالة اسمها القيء المفرط الحملي أو الهايبر إميسيس جرافيدارم، ودي حالة طبية بتحتاج رعاية خاصة ومتابعة دقيقة جدا. التأكيد على العلامات دي مهم فعلا عشان نفرق بين الإزعاج العادي والحالات اللي محتاجة تدخل فوري. طيب المصادر كمان أشارت لنقطة تانية، دور الشريك والدعم اللي حوالين الأم. أكيد، الدعم النفسي والعاطفي في الفترة دي ممكن يكون أهم من أي نصيحة عملية. التفاهم مهم قوي، يعني الشريك والمحيطين يفهموا إن التغيرات دي حقيقية ومش دلع،
وإن الهرمونات دي بتلعب دور كبير في المزاج وردود الأفعال. والصبر بقى. الصبر طبعا. المساعدة في تحضير أكل بسيط، محاولة تجنب الروايح القوية في البيت، حتى لو بارفان غالي الأم كانت بتحبه وبقت فجأة مش طايقاه. مجرد التواجد والمساندة والاستماع بيفرقوا جدا في نفسية الأم، وده بينعكس على قدرتها تتعامل مع التعب الجسدي. يعني الخلاصة إن الأعراض دي، الغثيان ونفور الروايح، شائعة جدا في أول الحمل، وغالبا بتتحسن لوحدها بعد أول 3 شهور. بالظبط كده. وفي استراتيجيات كتير ممكن تساعد في تخفيفها، زي ما قلنا تعديل الأكل والشرب ونظام الحياة بشكل عام. لكن الأهم من ده كله، الأهم هو ما نستهونش بالأعراض الشديدة أبداً، ونعرف كويس إيه هي علامات الخطر اللي تستدعي تدخل طبي فوري. المتابعة المنتظمة مع الدكتور أساسية ومهمة جداً لصحة الأم والجنين، ولو الدكتور كتب أي أدوية للغثيان لازم نلتزم بيها بالظبط. وبنختم كلامنا النهاردة بسؤال يمكن نفكر فيه شوية. يا ترى التجربة الحسية القوية دي بحساسيتها المفرطة للروايح والأكل ممكن تغير نظرتنا وتقديرنا للحواس دي بشكل دائم حتى بعد ما فترة الحمل دي تخلص؟ هل ممكن تخلق علاقة مختلفة مع الأكل مع الروايح؟ نحب نسمع تجارب وأفكار المستمعين عن النقطة دي. شاركونا بيها في التعليقات. فعلاً يا ريت نسمع منكم، ولو عجبتكم المناقشة دي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنقدمه. شكراً لمتابعتكم.